السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وكنتمنى تكونوا في احسن الحال. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتجوزوا عطله ممتعه مع وليداتكم وعائلتكم بالصحه والهنا، وان شاء الله والرفاهيه. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو سهل واقتصادي وما فيهش شي وقت ليا كثيره، وبالمكونات جد بسيطه. وخليكم مع الفيديو. طارت بالنكهه ديال الحامض والكوك كتجي خطيره بزاف بزاف، جربوها غادي تعجبكم. بالنسبه للمكونات ديال الطبقه الاولى ديال الكيك غنحتاجو حبه ديال البيض، ساشي ديال الفاني، نصف كاس من السكر. غادي نخلي لكم المكونات كلها مكتوبه تحت الفيديو. كنخلطوا كلشي مزيان، كنضيفوا نصف كاس من الزيت وكنوليو كنخلطوا، ثم غادي نضيفوا كاس الا ربع من الحليب وكأس ونصف من الدقيق و10 غرام من خميرة الحلويات. وفي الاخير بعد ما كنضيفوا كلشي كنديروا 2 معالق كبار ديال الخل. كناخذوا الخليط كنفرغوه في واحد القالب الحجم ديالو 26 سنتيم. كندخلوا الكيك ديالنا كيطيب. بعد ما كيطيب غادي نوضعوه في الطبق ديال التقديم وغادي نسقيوه بشويه ديال الحليب، تقريبا واحد ربع كاس ديال الحليب. وهنايا غادي ناخذ 200 مليلتر من الكريمه السائله، غادي نطلعوها او القشده الطريه. صافي باللي تبان لي بدات كطلع كنضيف لها ملعقه ديال الجبن وواحد 3 معالق ديال الحليب، وغادي نضيف لها نصف كاس من جوز الهند. صافي وغادي نفرغ هاد الطبقه هادي فوق من الكيك ديالي. كنرجع هذاك الاطار باش كتجيني هكا مقاده. غادي نمروا لتحضير الطبقه الثالثه. نحتاجو فيها نصف كاس من عسل البرتقال، نصف كاس من عصير الحامض، 2 معالق ديال السكر، ملعقه كبيره عامره مزيان ديال النشا. كنديروا الكل فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيوصل درجه الغليان. كنخليوه كيدفى وكنفرغوه فوق من الخليط. ما كنفرغوهش هو سخون باش ما يذوبناش الكريمه، وكذلك ما كنفرغوهش هو بارد لانه غادي يجمد. صافي هنايا بعد ما بردات الكيكه ديالي كزينتها بحال هكا وقدمتها، كتجي رائعه وزوينه. واللي بغى الوصفه بالتدقيق غتلقاوها على قناتي. وبالصحه والراحه.